السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم منورات الكاوكاو. نبداو على بركة الله. عندنا هنا 700 غرام ديال الكاوكاو. عندي زلافة مع امراش ديال كما كتشوفوا زلافة مع امراش ديال السكر سنيدة، كأس الا ربع ديال الماء، نصف كأس ديال العسل. عندي عصير واحد الحامضة كاملة، معلقة كبيرة ديال الزبدة. غنبداو على بركة الله. كنديروا الماء في واحد الكاسرول او اي حاجه غادي نديروها فوق النار. كنديروا معاها السكر، كنضيفوا كذلك العسل، كنديروا المقلاة فوق النار حتى كيذوب لينا داك السكر مزيان، كيغلى معنا مزيان هذا الخليط هذا. ها هو بدا كيذوب السكر، كنبقاو نحركو مره هكا حتى كيذوب لينا داك السكر مزيان. غادي نستمر بالتحريك على الشكل هذا راه حتى يبدا يعقد الخليط واحد شويه، ماشي بزاف غير شويه. غادي نزيدو الوقت، كناخذ منه شويه بالمعلقه على الشكل هذا. كناخذ واحد شويه كنديرو في الماء بارد. ملي كيولي كيتجمع معايا غير كيتجمع ولكن يكون رطب صافي. راه كنزكي بركه عليه. صافي الخليط تقريبا بركه عليه. كياخذش الوقت بزاف، 10 دقائق حتى ل 8 دقائق هادشي كياخذ. دابا غادي ناخذ واحد شويه نجربو في الماء. صافي دابا غادي ناخذ شويه ديال الماء، غادي ندير فيه داك الخليط اللي طيبت ديال السكر. غادي نشوف واش صافي بدا بحال هكا، ملي كيبدا يتجمع معايا على الشكل هذا صافي. غير هكا ما يكونش قاصح باش كتجينا النوغه زوينه، كتجي معلكه. الا قصحناها عاوتاني بزاف كتجي يابسه. كما كتشوفوا راه بردات ولكن تتبقى شويه شاده في راسها على الشكل هذا. صافي دابا زولتهم فوق النار. غادي نضيف ليه ديك المعلقه كبيره ديال الزبده، غادي نضيف الحامض، غادي نخلط مزيان حتى كتذوب ليا الزبده على الشكل هذا. ضروري كتذوب ديك الزبده مزيان، نخلطو حتى كتذوب. صافي دابا غادي نضيف الكاوكاو، غادي نخلط مزيان حتى يدير ليا كامل داك الكاوكاو مع داك السكر والعسل. صافي دابا من بعد ما خلطناه مزيان غادي ناخذ واحد اللاطه اللي درت فيها الورق ديال النعناع. يمكن لكم تحطوا شي حاجه اللي مقاده بحال هكا، تكون مربعه مقاده باش يجيكم مقاد، تكون صغيره على الحجم ديال الكاوكاو اللي استعملته. غادي نخوي فيها داك الخليط اللي عندي. غادي نحاول نخويه كامل. غادي نحاول دابا نبسطو. نبسطو مزيان بالشكل هذا.
ديروا السمك اللي بغيتو. دابا غادي نعاون بالكاغاط نديرو فوقو ونبركو عليه باش كتجي من حجم واحد. دابا غادي نحاول نبسطو مزيان نقاد ليه الشكل ديالو باش كتجي من حجم واحد. نخليه دابا يبرد في المطبخ، ما ندخلوش للثلاجه حتى كيبرد معايا مزيان يتماسك. عاد اللي بينا ندخلوه للثلاجه غنخليوه غير في المطبخ، راه كياخذ الحراره كيبرد على خاطرو وكتجي معلكه وزوينه. صافي غادي نخليه بحال هكا تبرد دابا.